الانتحار مش حرام بس، الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر، ومخاطرة كبيرة جدا جدا بمصير العبد في الآخرة. والحديث بيقول: عاجلني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة. والعلماء يقولوا المقصود حرمت عليه الجنة في أول من يدخل، لأن أي إنسان موحد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله إن شاء الله يخش الجنة، سواء في الأول أو يخش الجنة في الآخر، لا يخلد في النار. بس إحنا لا نستحمل لحظة ضلمة في القبر، ولا نستحمل وقفة القيامة، ولا نستحمل نار ربنا في الآخر. إحنا ما نستحملش ده كله، وبالتالي إحنا أجسادنا. السؤال بقى ليه الانتحار حرام؟ عشان إحنا أجسادنا وأرواحنا بإيد ربنا مش بإيدينا، إحنا لا نملك شيء. قل إن الأمر كله لله، والله هو الذي يملك الحياة ويملك الممات. والإنسان في نهي عن الدعاء بالموت. لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد بيدعي على نفسه بالموت قال له ما تعملش كده، لو عايز تدعي قل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فالدعاء بالموت أصلا النبي نهى عنه، فما بالك بأن احنا واحد يقتل نفسه، يزهق روحه، يعجل بشيء المفروض ده من اختصاص الإله. احنا بنصبر، ومفيش أزمة ربنا أنزلها على عبد إلا واداله القدرة على تحملها بإذن الله، بإذن الله، بالذكر والأخذ بالأسباب لدفع الأزمة دي، والوجود في وسط الصحبة الصالحة واستشارة أهل الخبرة، واليقين إن ربنا معين وألطافه بتحيط بالعبد في كل أزمة وفي كل نعمة. بالمعاني والعقائد والأفعال دي بتهون الأزمات وبتعدي، والحمد لله.